السلام عليكم. اهلا بيكم النهارده في اولى حلقات برنامج اجيبها لك ازاي. في مواقف كتير في حياتنا ما بنبقاش عارفين نجيبها ازاي، زي الموقف اللي انا فيه دلوقتي، لان اكيد في كتير منكم مش عارفين مين ده ولا جه هنا ازاي. بصراحه انا نفسي لحد دلوقتي مش عارف، لكن اللي اعرفه كويس ان اي انسان بيسعى بجد للوصول للحاجه اللي هو عايزها، فبتوفيق ربنا هيجي عليه يوم ويوصل لها، حتى لو ما كانش عارف هيجيبها ازاي. انا ما كنتش عارف هجيبها ازاي، ولما بدأنا نحضر للحلقة دي كنا عارفين كويس ان في فرق كبير بين السوشيال ميديا والتلفزيون. وعشان انا في الاصل جاي من السوشيال ميديا، مع ان ده برضو مش غريب، ما هو انا مش اول واحد يعملها، عشان كده انا قررت ان اول حلقة ليا في اول برنامج تلفزيوني تكون شيء مختلف تماما عن اللي كنت بقدمه على السوشيال ميديا. وعشان كده حلقة النهاردة هتكون عن السوشيال ميديا. وبرغم ان في علاقه غريبه بين السوشيال ميديا والتلفزيون، يعني تحس كده ان الاتنين ما بيتقوش بعض او ما بيثقوش في بعض، يمكن عشان بقى في بينهم منافسه على الجمهور والاعلانات والاخبار والرعاه، وما ادراك ما الرعاه، وعلى راي المثل عدوك ابن كارك. فتلاقي على السوشيال ميديا مثلا دايما تلاقي فيه تشكيك في محتويات كتيره من البرامج اللي بتتقدم على التلفزيون، تشكيك في الناس اللي بتتصل بالبرامج، دول مأجرينهم يا عم، وتشكيك في المذيعين، مش كلهم طبعا عشان احنا لسه بنقول يا هادي ومش قد زعل حد. التلفزيون هتلاقي فيه محاولات كتيره لشيطنه السوشيال ميديا، واتهامها انها بتخدم على اهداف ناس تانية معينه، وبتغلط في الاخبار وبتثير الفتن وبتبيع ممنوعات بعد الظهر وبتثبت الناس على الدائري بالليل. لكن لو فكرنا فيها بعقلانيه كده شويه، بعيدا عن جو الافوره ومن غير اتهامات ولا تخوين ولا تشكيك، هنلاقي ان الاتنين بصراحه عندهم حق. لكن بالرغم كده احنا ما ينفعش نستغنى عن الاتنين، احنا محتاجين الاثنين، محتاجين التلفزيون ومحتاجين السوشيال ميديا. ما هو احنا برضو ما ينفعش في اوقات الشغل نقعد قدام التلفزيون عشان نتفرج على برنامج 9 ساعات ونشوف المذيع بيقول لنا اخبار البلد وصلت لفين، لكن نقدر ننزل الموبايلات تحت المكتب ونعرف الدنيا وصلت لفين النهارده من غير ما حد ياخد باله. وهي دي ميزه من مميزات السوشيال ميديا، لانها بتلخص وبتجيب من الاخر. لكن بعد الغدا بقى لما عينينا بتكسل وعينينا بتقفل وما بنقدرش نبص في شاشات 5 بوصه، فبنفتح التلفزيون على اي برنامج ونريح على الكنبه ونسيب الاخبار المنعشه تتسلل جوانا، وبالمره تساعدنا على الهضم من غير فوار، لانها غالبا بتكون اخبار تفور لوحدها. ده غير كمان ان الشتاء على الابواب، وفي ناس كتيره كده صوابعها بتنمل من البرد ومبقاش عندها قدره تالف في موبايلاتها، وده طبعا بيكون في صالح التلفزيون، فبيضغطوا على زر الريموت ويدخلوا تحت البطاطين ويستمتعوا بهدوء برامج التوك شو. اسمع نطلع فاصل يا جماعه. انت دي ساكت قوم سامعني ولا لا؟ مش هينفع يا دكتور يا شيخ محمد. تصدق ما طلعتش هاديه برضه، ما علينا. لكن برضه مهما كانت خناقات التوك شو في التلفزيون مثيره وجذابه، فخناقات السوشيال ميديا حاجه تانية خالص. في خناقات السوشيال ميديا مفيش سقف، مفيش مخرج يقول قط يا جماعه هنطلع فاصل. في السوشيال ميديا مفيش فاصل، ده في خناقات في السوشيال ميديا بتفضل مستمره شهور سعادتك على اسباب عظيمه جدا، زي مثلا المطربه الفلانيه قالت على المطرب الفلاني كلام ما عجبش معجبين المطرب الفلاني، او ان زي فريق كوره كسب فريق كوره تاني كان كسبان فريق كوره اولاني، فتبتدي جماهير الفريق الكسبان تحفل على جماهير الفريق اللي كان خسران من الفريق اللي هم كسبوه. حد فاهم حاجه؟ طب اجيبها لكم ازاي؟ عموما هي دي حفلات السوشيال ميديا، مش مهم تفهمها، المهم انك تستمتع بيها. او زي مثلا ان فنانه اتصورت بالمايو، يا خبر بالمايو، ده الموضوع ده بياخد سنين عبال ما حد يغطيه بملايه او يدخل على الساحه ترند جديد. زي مثلا ان شيخ قال فتوى غريبه، وبعد 3 شهور من التريقه والخناقات والمشاكل ممكن تكتشف ان الشيخ ده ما قالش كده اصلا، او كان يقصد حاجه تانية، او ببساطه ممكن تكتشف ان مفيش شيخ بالاسم ده اصلا. ده غير طبعا خناقات ميسي ولا كريستيانو، الملكيه والجمهوريه، النيش على العريس ولا العروسه، السمسميه ولا الحمصيه. لكن برغم كده السوشيال ميديا بقت جزء مهم جدا من حياتنا، وما نقدرش نستغنى عنها، لانها ببساطه رغم سلبياتها ليها ايجابيات كتيره، واضافت لينا كجيل جديد معاني مهمه جدا. واحنا في الحلقه دي هنحاول نكون حياديين ونتناول الموضوع من كل الزوايا، السلبيات والايجابيات والعجائب والطرائف. بس قبل اي حاجه خلونا نشوف الشعب المصري بيستخدم السوشيال ميديا ازاي. تصدق مين اكتر، التلفزيون ولا السوشيال ميديا؟
بصراحة لا، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. يعني التلفزيون لا، صراحة السوشيال ميديا أكتر يعني. ولا ده ولا ده. السوشيال ميديا. التلفزيون أكيد. لا التلفزيون. ممكن ولا ده ولا ده. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. كله بيفتي أصلا. شقطت كام واحده من على النت؟ بعد شهر بس. لا ما بشقتش من على النت بصراحة. شقطت كام واحدة؟ لا هما بيتشقطوا لوحدهم، مش هتفرق على السوشيال ميديا. لا الصراحة مش كتير يعني. أنا آسف. ما بعدش. ما بعدش. لو حسبنا الوقت اللي انت قضيتيه على السوشيال ميديا يطلع كام سنه كده من عمرك؟ صدق أو لا تصدق. تقريبا 6 سنين. أقول بس أقعد نص ساعة. النص ساعة دي بوقت السوشيال ميديا بتضرب بتاع 5 ساعات في يطلع في عمرك كله قد ايه؟ يعني مثلا لو قلنا 8 سنتين. ممكن 5 سنين. لا كتير الصراحة. طيب انت ايه رايك في الولاد اللي بيعملوا اكونتات باسماء بنات على الفيسبوك؟ مش رجالة. هو الرأي هو حاجة واحدة بس اللي صح، لو هما بس بيستفادوا بحاجة واحدة، لو في معاكسات. واللي ما انا بشقط منه يا زميلي ومعرفهم ان انا ولد. قول لهم يعني علوة مش محترمين طبعا. والله مفكرين نفسهم روشانه وكده. انا من يومين مثلا لقيت واحده اسمها بسمه بعتلي اد، تمام، فبكلمه فبقول له انت ازيك يا بسمه عامله ايه؟ قام جاي بيقول لي انا مش بسمه، انا واد يا زميلي زيك يا زميلي ومش عارف ايه. حاجة غلط جدا يعني. المفروض ان هم ما يعملوش كده يعني، لانهم مش حاجة اصلا. تعملي اسم مستعار باسمك على الفيسبوك هتسميه؟ هو مفيش داعي، لان مفيش استخدام قوي للفيس يعني غير على جروب الدفعة للأسف. طارق حزين. طارق الجارح. مين المجنح؟ طارق حزين. انا سامع طارق حزين. هو انا مش بسميه، هم مسميني مأساة، فانا ممكن اكمل بالاسم مأساة عادي. اوبا نسيت اسمه. مش بفكر والله، مش عارفة. طب قول لي الناس ازاي تحمي الايميلات بتاعتهم من ان هم يتهكروا؟ الهاكر نفسه على فكرة. انا الهاكر نفسه؟ والله. فكرت ايه قبل كده؟ حتى لو واحد بيقنص عليا انا بعمل بتاع بقدر اعاركه. لا مش فاهمك والله. ده انا بنظم معلومات، ده انا ممكن اطلع احسن واحد في العالم. تم خلال الله. في شويه حاجات كده لازم تلاقيهم على السوشيال ميديا، تقدر تقول كده عليهم ايه؟ عجائب السوشيال ميديا. اولا التصنع والازدواجيه. لا ده مش تصنع وازدواجيه بس، ده استنساخ. انت هتاكلني ولا ايه؟ وده بيظهر لك لما تبتدي تضيف ناس جديده على السوشيال ميديا انت عارفهم كويس في ارض الواقع، وبعدها بتحس ان عدد اصدقائك في الحياه اتضاعف، وبقى في منهم نسخ كتيره شبه بعض لكن في الشكل بس، انما الطباع حاجه تانية خالص. الحق. يعني لو ليك واحد صاحبك اسمه مدحت وضفته في قائمة أصدقائك على السوشيال ميديا، فمبروك انت كده بقى عندك 2 صحابك اسمهم مدحت، أو مدحت ومشمش عشان ما تتفاجئش، والاتنين مالهمش أي علاقة ببعض نهائي غير في صورة البروفايل بس، إنما الشخصية حاجة تانية خالص. لأن غالبا مشمش اللي على السوشيال ميديا بيبقى محترم ومتدين وكيوت وحبوب ولذوذ ومثقف وخريج جامعة أجنبية قسم فلسفة إغريقية، مع إنك عارف إن مدحت في أرض الواقع طالع من تانية ابتدائي وخاربها بر وبحر وبيفكر يخربها جو، بس الظروف مش مساعداه، ومع إن الاتنين شخص واحد لكن غالبا ما بيطيقوش بعض. والتناقض العجيب ده بيصيبك انت باعراض غريبه، لدرجه انك ممكن تبقى قاعد مع واحد منهم وفاتح صفحته على السوشيال ميديا وبتقرا حاجات كلها ملهاش اي علاقه باللي قاعد جنبك ولا ليها علاقه باللي هو بيعمله في نفس اللحظه، لدرجه انك ممكن تمسك الموبايل كده وتبص له وتقول له انت اللي كاتب الكلام ده يا ابني؟ لا مش انا. لا هو. ومن الحاجات التانية الغريبه برضه ان العلاقات على السوشيال ميديا ملهاش اي علاقة بالقرب او بالبعد، انت غالبا بتتجاوز فكرة الزمان والمكان، يعني ممكن بتكون بتكلم حد في غابات الامازون ومركز معاه وسامعه كويس قوي وسامع النسانيس اللي حواليه، في نفس الوقت انت برضه مش سامع اخوك في الاوضة اللي جنبك اللي الدولاب وقع على رجله، لان اخوك اصلا في البيت هو مش اخوك على السوشيال ميديا، لان كل واحد ليه اهتماماته وقائمة اصدقائه، ولو في بينكم صديق واحد مشترك مبروك، يبقى في امل كده انكم تتعرفوا على بعض قريب جدا. هو اللي هيداوي جرحي
الحقيقة ان السوشيال ميديا ملهاش في الجو الاسري ولا ليها في العلاقات العائلية، والاسر اللي الاهالي فيها بدأوا يستخدموا السوشيال ميديا بقى بيحصل فيها مشاكل كتيرة جدا. هو بغض النظر عن انهم بدأوا يستخدموها اكتر من ولادهم بعد ما كانوا بيهزقوهم على الوقت اللي بيضيعوه على السوشيال ميديا. المشكلة مش بس في كده، المشكلة انهم بيقفشوا على اي حاجة بيكتبوها ولادهم او بيعملوا عليها لايك، ويبقى يوم الولد مش فايت لو ابوه نزل بوست وهو ما دخلش عمل عليه لايك، مش بعيد يحطه في زون الابن العاق. يا مالكش اي حق في البيت ده. لكن كل دي حاجات عادية، مجرد خلافات بسيطة تتحل في قعدة فشار يعني. المشكلة في الحاجات الكبيرة اللي بتتخطى نطاق العيلة وبتشكل وعي مجتمع كامل، زي الأخبار مثلا. يعني لو الأخبار في التلفزيون معتمدة على المصادر والمراسلين والمعدين، فالأخبار على السوشيال ميديا كبيرة ومسؤولة وما بتحبش تعتمد على حد، لأن الأخبار على السوشيال ميديا مش لازم تكون أخبار أصلا، هي ممكن تكون آراء، تخمينات، تحويرات، أحلام يقظة، أو خيال سيناريست مهووس بالأفلام الهندية القديمة. طبعا ده قبل موجة خان ما تسيطر على السينما الهندية بتاعت شاروخان وعامر خان وسليمان خان. وخان دي مش معناها اننا بنخون حد لا سمح الله، احنا ضد التخوين لانه بيضر اكتر ما بينفع، وبرضه ضد الاخبار اللي بيكتبها مؤلفين من نوعية رامي قشوع. وبيعرف يوقف فين، ما بيعرف يوقف فين، ما بيعرف يوقف. لكن خلينا نكون منصفين برضه ونتكلم عن حاجة مهمة قوي، ودي ميزة قوية من مميزات السوشيال ميديا، وهي حرية التعبير. ان بقى محدش يقدر يتكلم فيها. ان كان الصعب انك تقول رأيك بحرية على مكان في ارض الواقع، سواء في الشغل او حتى في الغداء اللي عاملينهولك في البيت، فعلى السوشيال ميديا سهل جدا انك تقول رأيك في اي حاجة، بس مش اي حاجة برضو، وسهل جدا انك تشوف اراء ناس كتيرة على رأيك اللي قلته، بس بصراحة مش دايما الاراء دي بتكون في اللي انت قلته، هي غالبا بتكون اراء فيك انت شخصيا وفي عيلتك وفي جيرانك وفي اصحابك والقاره اللي انت نازل لنا فيها والكوكب اللي انت نازل منه عشان تتشتم وتطلع تاني. فانت على السوشيال ميديا ليك مطلق الحرية في انك تختار الطريقة اللي تناسبك في عرض افكارك، لكن للأسف الناس برضو ليهم مطلق الحرية في انهم يردوا عليك بالطريقة اللي هم يختاروها. كابتن يا كابتن، هو كله ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ ودي كانت بعض الحاجات الجميلة اللي بتواجهنا على السوشيال ميديا. طبعا في حاجات اجمل من كده كان نفسنا نجيبها لكم، بس للأسف ما عرفناش نجيبها لكم ازاي. نراكم بعد الفاصل. وبما اننا النهارده بنتكلم عن السوشيال ميديا ومحتوياتها واساليبها، فاحنا معانا ضيف من الناس اللي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا. ضيفنا النهارده فنان ليه اسلوبه في تناول المواضيع اللي بيقدمها. ضيفنا النهارده هو الفنان وليد ابو المجد. ازيك يا وليد؟ ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك حبيبي، منورنا. انا سقعان بس فما تاخدش على الهزه اللي في كلامي يعني. لا ولا يهمك، انت منورنا في الاستوديو. انا عارف ان احنا مقعدينك هنا كده بصعوبه لان انت متعود ان انت تجري وتتنطط في الاستيدج والبتاع. شويه كده. طمني عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله. تمام؟ اه يا حبيبي. قول لي يا وليد، بمناسبه بقى ذكر الاستوديو والتلفزيون، قول لي انت ايه رايك في السوشيال ميديا والمحتويات اللي بتتقدم عليها، سواء بقى اسفاف او محتوى او غيره؟ قول لي انت ايه رايك في الموضوع ده؟ السوشيال ميديا بتطلع ناس السما وبتنزل ناس الارض، واللي بيضايقني في السوشيال ميديا فكره المحتوى. يعني تلاقي ناس موهوبه جدا وبتاع ومحدش يسمع عنها حاجه، وتلاقي ناس ما عندهاش اي نوع من انواع الموهبه وتبص تلاقيهم كل الناس عارفاهم وبتاع. تيجي تفهم المعادله دي بتحصل ازاي، هتلاقي ان في واحد مشهور جدا وعنده مثلا 500,000 فولورز عشان هو جان، فده معناه ان هو مثلا ممكن يروح يستشور شعره فيزيد 1000 فولورز. انت فاهم؟ انا شعري جه كده فيروح مني 1000 فولورز، انت فاهم؟ فاللي هو يعني المفروض ان اللي تشير الموهوب ده اللي مش حاصل، يعني مش حاصل بنسبه يعني. طب الناس اللي بتشتكي من قله التفاعل ان هم فعلا بيقدموا محتوى وما بيلاقوش تفاعل عندهم، انت شايف ان الناس دي تعمل ايه؟ الناس توصل دي رسالتها ازاي؟ تقدر توصل لها ازاي؟ هقول لك يشوف التانيين بيعملوا ايه، بيشوفوا الناس عايزه ايه ويعملوه. ده للاسف بيقدموا اسفاف، يعني في اسفاف بيتقدم. ما هو احنا مش في مجتمع مثلا كله ناس اخلاقيات عظيمه، وفي نفس الوقت ان انا هقدم حاجه تتشهر لازم اقدم اسفاف. لا، بس ممكن اجمع بين الموضوع الهادف وفي نفس الوقت الكوميديا اللطيفه. فانا كده عملت الحاجتين وبدون ما افور يعني، وبدون ما اعمل بتاع ان انا اطلع طول الفيديو مثلا اقعد اقول
ابوك وامك واختك الدنيا هتبقى كويسه لما ومزيكا حزينه في الخلفيه، فاهم الجو ده؟ الكلام ده للاسف بياكل مع الناس بتصدقه بس هو مش حقيقي. يعني بص لدرجه انه ممكن يصور فيديو ويقول كده ويعيط في الفيديو، وبعد الفيديو ها ايه رايك حلو؟ بس حسيت الحته دي اتاثرت فيها اكتر يعني. دي طبعا سنس موسيقى ايوه يعني الكلام ده ميوزك مش يعني. حقيقي يا جماعه. طيب بمناسبه بقى ذكر الشخصيات، انا عايزك كده ايه تذكر لنا شخصيه كده، مش اسماء يعني، تقول لنا تحكي لنا كده عن شخصيه من الشخصيات المنتشره على السوشيال ميديا. احكي لنا عنها، اختار اي شخصيه اتكلم عنها، بس مش شخص بعينه، مش يعني شخص. نوع شخصيه. هقول لك نوع شخصيه زي مثلا، عارف انت لما يحصل اي حدث، اي بنسميه في لغه السوشيال ميديا يعني الترند يعني. اي حدث بيحصل اي حاجه، في ناس كده كلهم بيبقى كل واحد فاهم انه لازم يقول رايه. لازم يا جماعه في حدث حصل، معلش ياما روحي دلوقتي شوفوا يا جماعه سيبوني في حالي، انا لازم اقول رايي. حلو حتى لو مش فاهم. طيب هو بيقول رايه امتى؟ بيستنى لما انت تقول رايك وانا اقول رايي وهو يقول رايه وهي تقول رايها، شوفهم قالوا ايه ويروح داخل قايل زيهم. طب لو ما لحقش يستنى ما يخلصوا يقولوا كلهم، حابب يبقى مميز يعني ومختلف، يروح قايل عكسهم. طب لقى حد قال عكسهم، يستنى ما ده يقول واللي قال عكسه يقول، ويقول حاجه ثالثه ليه؟ عشان يقول انا اهو. وانا بوجه له نصيحه والله العظيم في البرنامج بتاعك يا حسين، بقول له مش فاهم اسكت. يعني الصمت لغه العظماء، والله هتبقى عظيم لو سكت. لو انت مش فاهم، لو انت فاهم قول رايك وربنا يستر. عارف ده وليد بيفكرني بشخصيه مين؟ ايه؟ شخصيه، عارف اللي هو الشخصيه الكائن المتضامن، اللي هو في اي حاجه تلاقيه بص بيتضامن، اللي هو ال 24 ساعه الفيسبوك بتاعه شغال تضامن، كل شويه كل ده 15 دقيقه غير صوره البروفايل بتاعك تضامن مش عارف مع كذا. هي دي الشخصيه. طب انت ايه رايك في الشخصيه اللي هو بتلاقيه بيتضامن مع اي حاجه؟ هو مبدئيا بيغير صوره بروفايله بكيتشه، مش عارف انطقها صح ولا لا، بس مش موضوعنا. عشان كل مره تعمل لها ابديت فيجي له لايكات زياده، ده رقم واحد على يعني. حسب الترند اللي ماشي معاك. رقم بالظبط. رقم اتنين، هو فكره التضامن دي، هو عارف انت لما يحصل حدث ولا حاجه تلاقي الناس كلها حزينه وبتاع مش عارف ايه، هو احنا المفروض نكون حزاء يا جماعه حزين يعني، المفروض نكون متضايقين على حدث حصل او حاجه، بس مش لدرجه ان انا اوقف حياتي يعني. عارف انت اللي هو مثلا انت ممكن يبقى حدث حد لا قدر الله توفى او حاجه، فانت دخلت بقال الله يا جماعه ربنا يرحم كذا كذا كذا، بس خلصت فتره الحداد وبتاع، بدات تشوف شغلك مثلا، انت راجل بتبيع منتج معين، بتقدم محتوى معين، فبدات تتكلم عن تلاقيه دخلك يا اخي اتقي الله بقى يا اخي في ناس بردانه وانت قاعد متدفي. ايه ده؟ عارفهم دول؟ ايه ده؟ ما هو عشان الدنيا هتقف يعني، الدنيا مش هتقف. عارف بقى من الشخصيات اللي هي اللي مستفزه اليومين دول شخصيات ايه؟ عارف انت الشخصيات اللي هي ظهرت، اللي هي الطائفه اللي ظهرت اليومين دول، هي شخصيه الاوبن مايند. انت بقى ايه رايك في الموضوع ده؟ الشخصيات اللي ماليه السوشيال ميديا، اللي هم بيقولوا ان احنا بنعمل كل حاجه اتس اوكي اتس اوكي، ده. الحاجات دي هقول لك، انا مقتنع بفكره ان الصح هو اللي يتعمل، الغلط ما تتكلم عليه. فكره بقى يعني ايه اوبن مايند؟ يعني مثلا انا مش عارف طبعا اسمها اوبن مايندد ولا اوبن مايند، لان هم بيقعدوا يقولوا اوبن مايندد اللي هي تفتيح اوبن مايند وبينطقوا البي تقيله او مش عارف خفيفه، مش عارف، ما علينا، بس مش موضوعنا. الفكره ان انا يا جماعه انا مرتبط يعني مثلا انا التحرش مثلا، تحرش، هل ينفع ان انا مثلا اتحرش بواحده وبعدين هي تيجي تقول لي ايه انت قليل الادب انت متحرش، اقول لها لا مش متحرش على فكره انا اوبن مايند، انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ عادي جدا ان انا اقول لك كذا. لا ده مش اوبن مايند، ده قله ادب. بس الصح، بس هي الصح، انا عندي علامه كبيره كده اسمها الصح، وخلص ما تتكلم على اي حاجه ثانيه. انت عارف الناس دي مشكلتهم ايه؟ مشكله الناس الاوبن مايند دول يا وليد ان هم مفكرين ان الاوبن مايند بالشتيمه وقله الادب. بالظبط. عارف لو هي فعلا بكده، على كده بقى المسجلين خطر كانوا زمانهم نجوم مجتمع، كانوا ناس مثاليه جدا. كان المفروض ان هم دول اللي هم التوب في المجتمع. بالظبط. ما علينا. طيب من الشخصيات بقى، عشان انت زي ما قلت لو اتكلمنا مثلا هنحتاج وقت طويل، خليني اسالك سؤال كده يا وليد. قول لي ايه اهم المعاني اللي ضافتها السوشيال ميديا للجيل الجديد بتاعنا؟ والله ممكن احط لك برضو قوس كبير كده مكتوب فيه ان هي بقت السند اي موهوب مش لاقي طريق مثلا. يعني مثلا دلوقتي لو انت خدت بالك، انت ممكن تقعد تلف وتسعى ان انت تقدم برنامج زي بتاعك او تقدم حاجه معينه ومش عارف، رحت كذا مكان، قدمت في كذا مكان ما قدرتش، حلو، فقررت ان انت تصور فيديو تقول فيه اللي انت عايزه، فجاه الفيديو عجب الناس، فجاه ناس كتير بقت تدعمك وبتكمل مشروع، فهيبقى بقوا المنتجين بتوعك، يعني هم بقوا رد الفعل بتاعك. عشان كده تلاقي ناس السوشيال ميديا بتفرض الموهوب على الساحه، بتفرضه، بتطلع حد كده مش محدش يعرف عنه حاجه وعمل منتج كويس فنجح فاتشهر، فخلاص حتى لو انت منتج رحت له قبل ما تتشهر على السوشيال ميديا قال لك انت مين، يلا انت ما اعرفكش، انت فكك، انت كذا، حلو، الفيديو بتاعك ينتشر والناس كلها هيبقى ليك جمهور، تروح له تاني مره يقول لك ايه يا عم الموهبه دي، يا عم كنت فين الموهبه دي؟ الموهبه دي موجوده من بدري، انت اللي ما خدتش بالك، فاهم؟ ده من اهم معنى حصل من السوشيال. طب قول لي بقى ايه اهم المواضيع اللي كان نفسك تتكلم فيها بس مش عارف تجيبها لنا ازاي؟ اجيبها لك ازاي؟ هو في مواضيع
عندنا في مصر عامه في حاجات كده بيسموها مثلث الخطر، يعني زي السياسه او الجنس او الدين يعني. حلو. هو عاده كده الواحد ما بيحبش يتكلم في الحاجات دي، بس بيبقى في حاجات مش قليله الادب ولا حاجات تودي في داهيه او بالنسبه للسياسه يعني، او تعمل مشكله يعني، انت فاهم. بس ببقى نفسي اتكلم في حاجات كتير. انا برضو كنت محضر كلام كتير والله يا وليد، كان نفسي اقوله لك بس للاسف مش عارف اجيبها لك ازاي. ايه؟ للاسف وقت حلقتي خلص، وللاسف مضطر ان انا انهي الفقره دي. وعلى العموم انت نورتني جدا يا وليد، وبجد انا مبسوط ان انت معايا اول حلقه. وانا مبسوط ان انا معاك ومبسوط بالبرنامج والمصاريف المصروفه على ربنا يخليك يا وليد. حاجه اخيره، كلمه اخيره عايز اتكلم فيها. اتكلمنا كتير عن سلبيات موجوده عن السوشيال ميديا، لكن بما اننا وعدنا ان اول حلقه نكون موضوعيين فيها، ففيه كلمتين لازم نقولهم. السوشيال ميديا مش هي الشيطان الاعظم اللي بيهدد مستقبلنا، ولا هي المؤامره الكونيه اللي معموله علينا واحنا مش دريانين. احنا كجيل مستخدم للسوشيال ميديا عارفين مميزاتها كويس وعارفين عيوبها كويس جدا، والدليل اننا قلنا على عيوبها بنفسنا قبل ما نقول على مميزاتها. فكل حاجه سلبيه قلناها على السوشيال ميديا اكيد ليها جانب ايجابي ممكن يكون اكبر من الجانب السلبي. السوشيال ميديا زي ما بعدت المسافات بين الناس في الواقع، قربتهم اكتر في عالم افتراضي هم كانوا في احتياج اليه، لان كده المسافات كانت وما زالت بعيده في الواقع. لكن على السوشيال ميديا تقدر تحتفظ بصداقات شخص مر في حياتك، تقدر تتواصل مع حد محتاجه في جزء من الثانيه، ومن خلالها بتعرف مين سعيد ومين حزين، مين بيمر بظروف سيئه ومين محتاجك جنبه. السوشيال ميديا زي ما ساهمت في نشر بعض الافكار العشوائيه، هي برضو ساهمت في تقويه الوعي الجمعي للجيل. صحيح في تزييف بيحصل واخبار مكذوبه، لكن احنا بنقدر نفرق ونفرز السلبي والايجابي، والسلبي بنسف عليه وما بنرحموش، والايجابي بنحتفظ بيه في مخزوننا الواعي واللاواعي. ده بالاضافه طبعا انها ساهمت في نشر ثقافات مختلفه، وخرجت كتاب وشعراء وممثلين ومذيعين من تحت الارض، ووصلت صوتهم لناس كتيره ما كانوش يعرفوا عنهم حاجه. السوشيال ميديا انقذت ناس كتيره كانوا في لحظات ضعف واستغاثه، ومليانه بصفحات وجروبات الخير والتبرعات والمساعدات للمحتاجين. السوشيال ميديا رجعت الاهتمام بالقراءه بعد ما كانت مقتصره بس على مجموعه المثقفين. مش بس كده، دي ساهمت في نشر حقائق بيتم التغاضي عنها في الواقع ووسائل الاعلام المختلفه. وان كانت السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فاحنا بنوجه رساله لنفسنا قبل ما نوجهها للناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا. ما تكتفيش باي خبر بتقراه، حاول تبحث عن مصدره، ما تسخرش من الشخص، وخلي نقدك دايما للافكار، لانك ازاي انت مش حر تكتب اللي انت عايزه بحجه انك بتكتب في صفحتك الشخصيه، طالما في ناس تانية هيظهر لهم افكارك وكتاباتك. وافتكر انك ما ينفعش تخرج في البلكونه عريان بحجه انها جزء من بيتك، عشان في اكيد جيران هيشوفوا حضرتك واكيد مش هيبقوا مبسوطين قوي يعني. ما تساهمش في نشر اي حاجه سيئه بانتقادك ليها، تجاهلها وهي هتموت لوحدها. وكلمه اخيره للناس اللي بتعتبر ان السوشيال ميديا سبب من اسباب خراب البلد: لا السوشيال ميديا ملاك صادق ولا هي شيطان وسبب خراب البلد. السوشيال ميديا وسيله قويه ومهمه جدا ومفيده جدا للي بيعرف يتعامل معاها، لانها زي ما بتدي الحاجات تافهه حجم اكبر من حجمها، هي برضو بتظهر الحجم الحقيقي لحاجات وشخصيات كتيره احنا مخدوعين فيها في الواقع وشايفينها عظيمه قوي. واخيرا احنا جيل بيلاقي نفسه على السوشيال ميديا اكتر ما بنلاقي نفسنا في الواقع، فلو عايزيننا ننزل لارض الواقع حاولوا تبصوا علينا هناك كويس وتشوفوا احنا بنفكر ازاي وبنشتكي من ايه ومحتاجين ايه بجد، لاننا بصراحه ما بقيناش عارفين نجيبها لكم ازاي. اشوفكم على خير.